ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الفكرة النهاردة مختلفة. اول حاجة معايا البرطمان الصغير ده وعليه بواقي الستيكر بتاعه، فهوريكم النهاردة طريقة سهلة قوي ازاي ننضفه. ده زيت جونسون عندي بس قديم، فانا مرميتوش بستخدمه في الحاجات اللي زي دي. غرقت القطن حبة زيت كويس قوي، وبعد كده هجيب البرطمان ده وهمشي كويس قوي واتقل بايدي على الستيكر اللي متبقي ده، يعني حاول على قد ما اقدر اشربه الزيت. جيت هنا شايفين الحته اللي نضفت دي لسه متبقي هنا. هقول لكم بقى هنا يعني انا بعمل ازاي. انا بتقل قوي بحيث انه الستيكر متبقيه دي تشرب حبه زيت، وبعد كده لما بتطرق بقعد اشيلها بضوافري. عارفين بقى التلزيق اللي بيبقى موجود مكان اي ستيكر على اي ازازه، الزيت ده بقى اللي بيشيلها خالص. بصوا الحته اللي انا شلتها بضفري بتختفي. وعلى فكره الطريقه سهله مش متعبه، مش زي مثلا ما نحطها في ميه سخنه اهو. شايفين البواقي دي هتختفي دلوقتي. وفي الاخر خالص هناخد البرطمان ده نغسله بالمنظف، في يعني بنغسله بقى عادي مطرح الزيت بس. انما بقى مع النشوة نحتاج بقى مية سخنة ونقعد نحطه في مية سخنة، وبعدين ندعك بالسلكة، لا ندعك بالسلكة الخشنة فنجرح الحاجة اللي احنا عايزين نستخدمها وما تطلعش. شايفين ولا كأن في حاجة؟ هروح اغسله وارجع لكم تاني. شايفين نضيف ازاي؟ كل ما في الموضوع اللي انا رحت غسلته بس مطرح الزيت بقى بيبرق بصراحة. نيجي بقى لفكرة فيديو النهاردة، حاجة مختلفة شوية، حاجة نفسي اجربها واعملها، وقلت بما ان عندي كل المكونات بتاعتها فليه ما اقومش اجربها. طبعا بما اني بقيت بعمل فيديوهات في اي حاجة دلوقتي بعملها في البيت بصورها لكم. عايزة اعمل شمعة في البيت معطرة. عندي دي ماشي شكلها حلو. عندي هي الطريقة اللي انا شفتها، طريقة الفيديو اللي انا شفته بتبقى النص الاول تحت شمع جل شفاف، وهقول لكم ليه دلوقتي نستعمل الجل الشفاف، وبعد كده شمع من العادي. طيب الشمع ده بقى ازاي بنستخدمه؟ احنا بناخد منه مثلا كمية اللي احنا عايزينها وبنحطها في حمام مية، فانا هسيح حبة وهرجع له. بصوا يا بنات، هقول لكم الاول على المكونات اللي متوفره معايا. انا هنا عندي الشمع الجل اللي انا وريته لكم من شويه، اخدت منه حبه صغيرين وقطعته كده في الحله دي. الحله دي احطها في حله اكبر فيها بخار ميه. عندي هنا قواقع لسه مش عارفه هشكلها ازاي، بس هتعرفوا انا هشكلها ازاي واحده واحده لما تمشي معايا خطوه خطوه. عندي دي الشكل ده، انا مش هحتاج الكبيره دي، الحاجات الصغيره دي. عندي هنا بتاعت الشمعة اللي بنحطها تحت، اللي هي دي اصلا بنولع بقى بيها، تمام. جايبه كذا واحده احتياطي. عندي ريحه زيت ورد معطر ورد. ممكن لو ما عندناش اي زيت نحط حبه فانيليا هتدينا ريحه. عندي الالوان دي هستخدمها. انا كنت جايبه الجليتر ده استخدمه، شايفينه؟ بس لما جبت الالوان دي، عندي هنا الازرق ده وعندي هنا الابيض ده اصلا في جليتر، ف تقريبا مش هحتاج ده. طيب دلوقتي وعندي بقى الشمع العادي ده. الشمع اصلا العادي بيتشرى سايب، مش كده. الشمع الناس اللي بتعمل شمع بتشتري الشمع خرز كده، مش ده، تمام. بس ده متوفر عندي في البيت فممكن اخد منه شمعة ولا اتنين استخدمه. طيب اول حاجة اروح اسيح الشمع الجل في حمام مية واجيلكوا تاني. شايفين شكل الجل لما ساح عامل ازاي؟ انا عمالة ادور فيه اهو. فهخلص هسيحها خالص خالص وهوريكم بعديها بقى هي بقت عامله ازاي. ماشي،
بنوتاتي الحلوين، تعالوا شوفوا الغلطة الفاتحة اللي كنت هعملها. انا بعد ما جهزت ده وكنت بقى قعدت بقى ادعك فيه وانضف فيه طبعا، وانا هعمل نار افتكرت ان ده بلاستيك ما ينفعش يتعمل فيه اللي انا كنت عايزه اعمله، فرحت زي الشطوره جبت برطمان ازاز. وانا بحب اعين البرطمانات، واي برطمان بيفضى اي علبه اي حاجه بعين الحاجات دي ما برميهاش. فبكل بساطه هحط ده تاني هنا، اظبطها بقى الاول تمام كده. حلوه. بصوا هنا الشمع بقى عامل ازاي، بقى سايل اهو. هي في حته كده يعني ايه لسه صغنونه ما اتعملتش. هبدا دلوقتي احط فيها اللون. بصوا من عيوب الشمع الجل ده ان هو بيمسك بسرعه جدا، يعني عشان اشيله من على النار لازم يكون جاهز واصبه ويكون جاهز، ما ينفعش يتركن جنبي اي شويه. فانا هجيب اللون الازرق وهجيب العطر اللي عندي، وبرضه هجيب شويه من الجليتر اللي لونه فضي ده وهحطهم وهوريكم ازاي هيبقى شكله. بصوا يا بنات هو بقى عامل ازاي، بس هو يعني ايه مش باين قوي هنا. هو على فكره شكله تحفه وريحته بقت تحفه، بس مش هيبان دلوقتي. فانا هكبه بقى في البرطمان وهوريه لكم. هنا بوريكم الالوان اللي انا استخدمتها. ده الازرق، دي الوان مايكا يا جماعه اللي ما يعرفهاش. انا بما اني الفتره اللي فاتت كنت بشتغل في الريزن فعندي الوان مايكا، وعندي الشمع الجل ده برضو كنت جبته الفتره دي. ده لون برونزي كده تحفه بصراحه، اللون ده انا بحبه جدا. هو مش لون، هو برونز بس كده زي ما انتوا شايفين. فدي بقى الالوان اللي انا استخدمتها. انا جبت الحله بتاعه الشمع من على النار وكنت بنشفها الاول شويه عشان ما فيش ولا نقطه ميه تنزل في البرطمان، لان طبعا كنت حطاها في حمام ميه. انا هنا بنزل كل الشمع الجل. شوفوا بقى لونه هنا عامل ازاي، واضح ازاي في البرطمان عشان شفاف، انما في الحله ما كانش ظاهر قوي. والجليتر اللي انا كنت حاطاه بصوا مسك في بعضه بسرعه ازاي. هو ده بس العيب بتاعه في الشغل، يعني هو احنا بنشتغل، اللي بيشتغل بقى الشمع الجل ده عارف بقى اكيد النقطه دي، فلازم يكون مجهز كل حاجه ويكب على طول وخلاص، يعني ما يقعدش، ما ينفعش يطلع من على النار ويتحط جنبك. شايفين مسك في بعضه خالص ازاي. اقعد بقى اظبط انا كل الكلام ده. انا طلعت البرطمان اهو، احكي لكم قصته. طبعا انا كبيت بقى الشمع الجل وحاولت احط القواقع تحت على قد ما اقدر، بس هو مشكلته الوحيده ان هو بيمسك بسرعه قوي. وشوفوا شكلها تحفه 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 بجد، انما بقى فيها فقاعات كتير. فحل الفقاعات ده بنجيب المسدس النار، نحاول على قد ما نقدر بقى ايه ان احنا نخفف الفقاعات دي. ماشي كده. الخطوه الجايه ان انا لسه هحط الفتيل واسيح بقى الشمع العادي واحط حبه كمان فوق بقى شمع عادي. بنات شايفين الجمال؟ بصوا ثانيه واحده عشان بسكر لحظه. شايفين الجمال؟ والله العظيم انا كنتش متخيله ان تبقى حلوه قوي كده، انا لسه ما كملتهاش. عايزه اقول لكم حاجه بقى، ان درجه اللون اللي انا عملتها طلعت تحفه، ما كانتش محتاجه تتخفف ولا حاجه. اللي كان مخلي الحاجات مش باينه، القواقع مش باينه، ان كان فيها كميه بابلز كتيره جدا. وعلى فكره هي لسه فيها، بس للاسف لاجل حظي انه البشبوري ما عادش شايفين بقى بيقطع، يعني هو شغال دلوقتي. انا عملت كميه بابلز كبيره جدا جدا على قد ما اقدر، وطول معايا قوي لانه بيقطع. تبقى ايه كفايه قوي كده، لان كنت بدات ازهق. وظبطت الفتله بتاعه الشمعه كده وحطيتها كده في العصايه دي عصايه ايس كريم. بصوا انا اي حاجه بعينها، ما برميش حاجه بصراحه. حتى الخشب ده بعينه، البرطمانات بعينها، القواقع انا اللي كنت جايباها من على البحر
انا وولادي وجوزي. فشايفين والله العظيم تحفه. على فكره بقى ريحتها حلوه قوي لان انا حاطه فيها عطر زي ما وريت. فانا بقى هجيب بالحبه الباقيين الشمع العادي واخلصها خالص واوريكم النتيجه النهائيه. هنا بقى بعد ما سيحت الشمع العادي وحطيت فيه زيت الورد وحطيت فيه الجليتر، بكبه بقى هنا في البرطمان. الشمع طبعا الابيض لسه طري، هيخلص واوريها لكم في الاخر النتيجه بتاعته عامله ازاي. انا الشمع الابيض هنا حطيت فيه البرونز ده، وحطيت فيه معطر الورد. فانا مش عايزه اقعد احركها كتير فهتخلص واوريها لكم. بنات واخيرا خلصت الشمعة. انا بجد مبسوطه قوي، تحفه تحفه بجد. بصوا شايفين الشكل؟ شايفين؟ على فكرة هنا برضو الشمع الابيض انا حطيت فيه عطر وحطيت فيه اللي هو الابيض الجليتر ده اللؤلؤي ده. ماشي، ايه رأيكم بقى؟ على فكرة كمان ممكن نعملها هدية لحد عزيز علينا، للي بيحبوا بقى يعملوا حاجات بايديهم، هدية لحد يحطها في مطبخه بقى. تحفة. ساكت شايف؟ ايه رأيك؟ ينور؟ شمعة ينور ليه؟ شايف؟ بينور؟ ليه؟ بينور؟ بتشوف من ده اقفل النور. انا خف. ممكن اقفها؟ مش هنوفقها، استنى. ممكن اقفها؟ ممكن اقفها؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في فيديو تاني جديد.